بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من برنامج الساحرة المستديرة هنتكلم فيها عن طبعا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اللي بتقام في الرياض، وهنتكلم فيها عن بعض الأخبار اللي بتخص الكرة المصرية، وهنتكلم عن أزمة كابتن حسام حسن ومحمد صلاح، وهنشوف وهنقول هنتكلم كتير عن ماتش القمة والتشكيل وإيه المدربين تقريبا هيعملوا ايه في الماتش بكرة، ونتوقع الدنيا هتمشي ازاي. عايزين بس الأول نتكلم في اللي بيحصل في الدوري المصري وسقوط نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة بعد ما خرج من دوري أبطال أفريقيا متزايد مجموعته بعد امبارح ما تعادل مع فاركو. نادي بيراميدز بيواصل الترنح. نادي بيراميدز خلاص مفيش طموح ليه، مفيش اي حاجة. فزي ما قلت لكم قبل كده، نادي بيراميدز الحقيقة بقى انه اتعمل مكايدة في النادي الاهلي. نادي بيراميدز ما اتعملش عشان ينافس على بطولات، هو اتعمل بدايته مكايدة في النادي الاهلي، وعشان كده هو ده اللي وصل ليه نادي بيراميدز في الوقت الحالي. دي كانت بس حاجة كده مختصرة لازم اقولها عشان الحقائق لازم تبان. زي ما الحقائق هتبان برضو في موضوع كابتن كهربا بعد ما سدد الغرامة لنادي الزمالك، ولكن برضو الحقيقة هتبان يا مجدي عبد الغني بعد شوية، وهيبان ان كهربا ما كانش عقده متوثق في الوقت الصح، والتدليس اللي انت فيه واللي انت عملته. كل الحقيقة هتبان، واللي مش هيبان دلوقتي هيبان في الحقائق كلها بتبان. ومفيش حاجة بتستخبى يعني، ولكن كل واحد ربنا معاه. نتكلم بقى عن أزمة كابتن حسام حسن ومحمد صلاح. انا معرفش ان ازاي اعلن القايمة وانا بتواصل مع كل اللعيبة ومش عارف اوصل لمحمد صلاح، ومش عارف ازاي برضو ان كابتن محمد صلاح ما ينفعش حد يتواصل معاه غير وزير الشباب والرياضة عكس بقية اللعيبة. انا شايف ان في حاجة غلط احنا لغاية دلوقتي يعني انا عارف ان محمد صلاح نجم. محمد صلاح من احسن اللعيبة اللي جت في مصر، من اللعيبة القليلين اللي وصلوا لحاجة كويسة في الدوري المصري، ولكن مش معنى كده قصدي في الدوري الانجليزي، بس مش معنى كده ان احنا محمد صلاح على راسه ويشه يعني. انا مش عارف ازاي مش عارفين نتواصل معاه، مش عارفين نجيب رقم عشان نتواصل معاه. لازم يتواصل معاه وزير الرياضة، لازم اتواصل مع اشرف صبحي. انا مش واعمل جلسة زوم مع كابتن حسام حسن واعمل جلسة زوم اجمع فيها مع حسام حسن مع محمد صلاح عشان يتكلموا مع بعض. انا شايف ان دوت لا، كده احنا بادئين غلط، كده احنا بادئين غلط مع كابتن حسام حسن. لا، ما ينفعش الكلام دوت، لازم يبقى فيه قوة في التعامل. اللي عايز يجي يمثل منتخب مصر على عيننا وعراسنا ويشيله فوق دماغنا، اللي بيتكبر على منتخب مصر ومش عايز يمثله، باب المنتخب مش مفتوح لكل الناس. بس لازم تعرف ان ده منتخب مصر. انت مش جاي على منتخب ضعيف ولا حاجة، لا لا، ده انت جاي تشرف مصر. انت اللي تتمنى ان انت تمثل منتخب مصر، مش احنا اللي هنستدعيك ان انت تيجي تمثله. انت اللي يبقى عايز تروح وعايز تعمل عشان توصل لمنتخب مصر. انت ما عملتش حاجه لمنتخب مصر يا محمد صلاح لغايه دلوقتي غير وصول كاس عالم 2018. لا انت خدت بطوله افريقيا ولا خدت حاجه عشان يبقى التعامل بالطريقه دي. وهنشوف هو النهارده شارك في ماتش سبارتا براغ مع ليفربول، يعني اصبح كده جاهز. اما نشوف بقى ايه اللي هيحصل. تدخل وزير اشرف صبحي، وهنشوف اذا كان محمد صلاح هينضم للمنتخب ولا مش هينضم. نخش بقى على مباراة الاهلي والزمالك قمة الكأس اللي هتقام بكرة في الرياض في ملعب الاول بارك في مدينة الرياض في ختام موسم الرياض. هو نهائي كاس مصر بقى، رغم ان انا كان عندي اعتراض ان نهائي كاس مصر يقام بره مصر يعني، ولكن خلاص الدولارات بقى والجوائز والكلام ده كله، والرياضة دلوقتي بقت تسويق أكتر منها حاجة تانية يعني، ولازم الرياضة من ضمن الحاجات اللي تدخل الربح وتكسب. فخلاص البطولة هتقام في الرياض. الأهلي والزمالك سافروا، الزمالك سافر يوم الاثنين اللي فات، والأهلي سافر يوم الأربعاء. هنبتدي بقى نتكلم على تشكيل نادي الزمالك ونتكلم على تشكيل النادي الأهلي. هنبتدي بنادي الزمالك. نادي الزمالك عنده دوافع كتير، صفقات كتير، مجلس إدارة يعني يعتبر مش قديم، مجلس إدارة جديد، مدرب جديد عنده دوافع، عايز يكسب، عايز يعمل حاجة.
فطبعا دي دوافع نادي الزمالك. الصفقات الجديدة عايز تثبت نفسها، الزمالك عايز ياخد بطولة، خصوصا ان الزمالك السنة اللي فاتت خرج من غير اي بطولة، فالسنة دي عايز يجيب بطولة، عايز يثبت ان الصفقات اللي جابها اتت ثمارها معاه. رغم ان كابتن جوزيه جوميز يعني ما خدش كل الصفقات معاه، هو خد عبد الله السعيد، خد ناصر ماهر، احمد حمدي، ما خدش طبعا محمد عاطف ومحمد شحاته وسيف فاروق جعفر. هو خد اكتفى بالثلاث اللعيبه دول من الصفقات الجديده اللي خدهم معاه في القائمه اللي سافرت السعوديه. طبعا تشكيل نادي الزمالك اعتقد مش هيبقى فيه اختلاف كبير عن اللي احنا هنقوله، اذ ربما مركز او مركزين، ولكن هنبدا بحراسه المرمى. اتوقع ان محمد صبحي هو اللي هيبدا مش محمد عواد. خط الظهر من اليمين للشمال عندنا عمر جابر، المسلوسي، حسام عبد المجيد، وفي الشمال احمد فتوح. خط النص دونجا، وقدامه هي دي بقى التركايه، هل في بقى رؤى هيلعب ولا هل هو هيحط عبد الله السعيد؟ هو طبعا عبد الله السعيد لو لعب 10 فانت ممكن دونجا وتلاقي جنبه مثلا رؤى. في اليمين زيزو، في الشمال بقى هيبقى مصطفى شلبي، او ممكن يودي زيزو شمال ويلعب شيكابالا يمين وعبد الله السعيد، وقدامهم ناصر منسي اللي هو مقتنع بيه. ما اعتقدش ان سيف الجزيري هو اللي هيبدأ الماتش. طبعا كابتن جوزيه جوميز قعد وحفظ لعيبته وسافر بدري عشان يتعود على اجواء السعوديه. طبعا الاهلي قبل كده سافر في كاس العالم للانديه، فعنده الخبره اكتر في اجواء السعوديه ولعب فيها. ولكن جوزيه جوميز طبعا كان اللعيبه بتاعه الزمالك هو حب يوصل بدري ويبقى فيه استقرار ويبعد عن الانظار، حتى طلب من الاداره ان هي تاخد فندق للاعضاء والجماهير اللي كانت مصاحبه يعني للاداره وابناء الاعضاء ان هم يبقوا بعيد عن الفندق اللي يقيم فيه الفريق، لفرض مزيد من التركيز وال وعدم التوتر يعني، وعدم الانشغال باي حاجه غير الماتش. عشان طبعا هو بالنسبه له هو زي ما قلت لكم مدرب جديد عايز يحقق بطوله، ولو حققها في اول مسيرته هتفرق معاه كتير. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي سافر يوم الاربعاء. الاهلي بيواجه مشكله في الغيابات، عنده كوكا رغم انه كان واخده معاه ولكن تاكد غيابه عن المباراه. عنده اسامه ابو علي مصاب وما سافرش، عنده احمد عبد القادر، دي وجهه نظر فنيه، الضوي كان لسه راجع من الاصابه. فالاهلي بصراحه مواجهه سوء حظ كبير، اليو ديانج اللي هيقعد شهرين. فالاهلي عنده مشكله في الغيابات، ولكن الكابتن مارسيل كولر او مستر مارسيل كولر مش جديد عليه نادي الزمالك، مش جديد عليه الماتشات دي بيبقى مركز فيها قوي. طبعا هو قابل الزمالك قبل كده 3 مرات ما اتغلبش من الزمالك خالص. كسب الزمالك الأول ماتش كان في السوبر في الإمارات 2-0، وبعد كده كسب الزمالك في الدوري ماتشين، ماتش 3-0 وماتش 4-1. فكابتن مارسيل كولر طبعا مركز في المباراة، وبيتحدى الغيابات وبيتحدى النقص اللي عنده في الفرقة. وتقريبا تشكيل الأهلي برضو متوقع هنقوله. عندنا طبعا مصطفى شوبير في حراسة المرمى. خط الظهر من اليمين للشمال عندنا محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، عنده علي معلول في الشمال. عندنا مروان عطية، عمرو السولية، وإمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات. هي الفكرة بقى أنطوني موديست ولا كهربا متحرك. أنطوني موديست عايز محطة وعايز كور عالية كتير عشان يقدر يترجم أهداف. فهنشوف بقى هل كهربا المتحرك هو اللي هيبقى موجود في خط الهجوم ويفاجئنا كولر، ولا هل هيلعب بموديست؟ هنشوف بكرة طبعا ايه اللي هيحصل. ولكن ولو ان كنت مقتنع ان اعتقد كولر دماغه رايحة الموديست اكتر من كهربا. بغض النظر عن وجهة النظري ان انا شايف ان كهربا كان احسن متحرك، بيعرف يحط الكرة تحت رجله، بياخد مهاجمين، بياخد مدافعين معاه، وبيفضي مساحات للي جاي من تحت، انه ممكن يشوط، ممكن يسدد، ممكن يخش جوه المنطقة، بيسحب مدافعين ويوسع مساحات. وبيضغط وسريع شوية عن موديست في حركته، فممكن يعني يعمل دربكة شوية في خط دفاع الزمالك. انما انا شايف من وجهة نظري ان هو هيلعب من وجهة نظر كولر ان موديست اعتقد هو الاقرب انه يبدأ المباراة.
طب الكابتن مستر كولر عمل ايه؟ مستر كولر كان تقريبا مخلص خطته للعيبه ومعرفهم كل حاجه من القاهره، ما استناش لما يروح السعوديه، لان النهارده مثلا التدريب كان بدني، هو اكتر حاجاته نظريه وفيديو مع اللعيبه بيعرفهم نقاط القوه والضعف، انما خطه الماتش او انت هتلعب ازاي دي اكيد اللعيبه عارفاها وحافظاها خلاص. ما اعتقدش ان احنا عندنا مفاجآت هتبقى كبيرة في التشكيلات بتاعة الفريقين، زي ما قلنا هو مركز او اتنين بيتكلموا فيهم. هل احنا طبعا عندنا الاهلي زي ما قلنا عنده غيابات، ياسر ابراهيم كمان مش موجود في الدفاع، محمد الشناوي حارس مصر الاول مش موجود، فدي كلها حاجات بتأثر على الفريقين. ولكن طبعا ده ماتش كاس، ماتش الدنيا كلها بتشوفه، لا يخضع لاي توقعات، يعني ما نقدرش نقول الاهلي هيكسب ولا الزمالك هو اللي هيكسب، لا احنا بنشوف وبنحط الحاجات والمعطيات اللي عندنا وبنبتدي نقيس. لو قلنا على المعطيات واللي موجود دلوقتي، طب ما الاهلي احسن فنيا، الاهلي احسن في الكوره، الاهلي احسن استقرار، الاهلي احسن في كل حاجه، ولكن الماتشات دي ما بتخضعش لمين الأحسن ومين الأوحش. أيام كتير كان الزمالك أحسن والأهلي كسب، من فترة مثلا في كأس مصر من 15-20 سنة، أيام ما كان طاهر أبو زيد بيلعب كان الزمالك في أوج عظمته واخد الدوري، والأهلي كان بيلعب الكاس، والماتش خلص 2-1 للأهلي، رغم إن الزمالك كان مسيطر على الماتش من أوله، ولكن في النهاية الأهلي كسب وخد الكاس. فبقول لكم زي ما بقول لكم الماتشات ما تخرجش توقعات. برضو ماتش الكاس اللي كان بتاع كابتن محمود الجوهري، ولما الكابتن صالح سليم صمم انه هيلعب بالناشئين وبرضه الاهلي خد الكاس، فبقول له فعشان كده الماتش بتاع الاهلي والزمالك ما بيخضعش للتوقعات، وان كانت في الفتره الاخيره هي ماشيه في طريقه ان الفريق الاقوى هو اللي بيفوز، ولكن برضه هنشوف وهنستمتع بالماتش. وطبعا بنشكر المستشار تركي آل الشيخ على التنظيم الرائع اللي هو عمله، وهنشوف ان شاء الله اعتقد ماتش كويس. في بعض الاوقات هتلاقوا التكتيك بيغلب عليه، ولكن انا شايف ان احنا هنشوف ماتش كويس في اجواء رائعه، 25,000 متفرج حاضرين، 12,500 للاهلي و12,500 للزمالك، ماتش هيبقى متقفل على اخره، فهنشوف ماتش حلو ان شاء الله، يعني نتبسط بالماتش ونتفرج على كرة حلوة ويمتعونا الفريقين. ده بس اللي انا كنت عايز اقوله. كل مدرب عمل خطته، كل مدرب حط فرق فرقته على نقاط القوة والضعف في الفريق التاني. الاهلي حاسس انه عنده مشكلة شوية في نص الملعب ولكن لها حلول. الزمالك عنده مشكلة في خط الدفاع فلازم يحلها جوميز على البطء شوية في التحركات. فكل دوت طبعا دي هي النقاط اللي بيلعب عليها الفريقين. الزمالك هيلعب على خط نص الاهلي اللي هو مش مفهوش كوكا مفهوش عمرو السولية، يعني في حاجات كده بتبقى فوارق بسيطة هي اللي بترجح كفة فريق عن فريق، ولكن الصفوف إلى حد ما مكتملة في الفريقين. فإن شاء الله يمتعونا ونشوف ماتش ممتع، وإن شاء الله طبعا أنا معلش أهلاوي فهنحاز دلوقتي الأهلي وأقول إن شاء الله الأهلي يكسب يعني، ويرجعوا لنا بالكاس ويفرحونا كلنا. شكرا لكم، سلام عليكم.